والدي يعني لو تستغرب هالنقطة، والدي كان ناصري حتى النخاع، حتى سمى أولاده، إحنا 4 أولاد، أنا اسمي محمد ولكن أولادي عبد وجمال وناصر. كان كل العرب مع جمال عبد الناصر، لأنه كان يتكلم بالقومية العربية، كان يتكلم ضد الهيمنة الأمريكية، كان يتكلم ضد الصهيونية، يتكلم ضد الإنجليز، فأنت العرب كلهم معاك. كان زعيم عربي حقيقي. أنا أقول لك لو حل القضية الفلسطينية بيد عبد الناصر بقوة أو غير قوة كان رجعت فلسطين لأصحابه. لا الحين خلها من فلسطين، هي ضاعت سيناء، ضاعت أرضها. يبقى هو هذا السبب الحرب ال67، الحرب اللي هو دخلها نصرة للحق الفلسطيني. لأنه جمال عبد الناصر ترك له إرث وطني خطير جدا، علاقات دولية في غاية الخطورة، ويعني سمعة لمصر يمكن لو جلسوا 50-60 سنة قادمة ما يقدروا يوصلوها. قال أنتم منين؟ قلنا له إحنا من الشرق، من مكان بلد اسمها الكويت. قال يعني ناصر؟ قلنا له إيه ناصر. قلت له عيل أنت تحب ناصر؟ قال all of it، كل إيرلندا الجنوبية يحبون هذا البطل العظيم جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. يعني ولدت وأنا أعرف عبد الناصر كرجل قومي، وكنت أراه بطلا. لكن كان عبد الناصر هو الرمز. عبد الناصر بالنسبة لنا كان رمز. عبد الناصر ليش؟ على قائد الأمة العربية جمال عبد الناصر. كنت ثوري؟ نعم. ناصري. ايه بس يقولون ما خدم مصر، هذا عفس مصر. لا انتم لاحقين على الحقبه هذه، حكم العسكر وحكم العسكر. ايه بس عبد الناصر احلى زعيم عربي واحسن زعيم عربي وقائد عربي محنك. الله. نعم. انا كذي عندي اخوي الله يرحمه ناصر ابو بدر، اسمه ناصر. ايه سمى ولده جمال. ايه عدل. قلت بعدين سالته جمال عبد الناصر. ايه هو صاد. يعني اللي من جيلكم مهتمين بجمال عبد الناصر. اي نعم. انا ابوي الله يرحمه اذكره يحط الكاسيتات. كيف بتقديرك استطاع الوالد يتابع انحيازه لعبد الناصر ويوفق مع الجو السائد في تلك الفترة بلبنان؟ لبنان بلد صغير، ولبنان يتأثر بمحيطه وبالأحداث في محيطه، واللبنانيون كلهم يتأثرون في ذلك. طبعا عبد الناصر كان في ذلك الزمان في الخمسينات والستينات قائد كبير من قادة العالم. يعني لم يكن هناك أي شخصية بديلة للفلسطينيين متفق عليها بهذا الوفق وهذه الطريقة فقط جمال عبد الناصر. مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال، ولا كل من ركب الحصان بيبقى يا بشر خيال. مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال.